انت نازل يا حبيبي خلاص؟ يا حبيبتي نازل. تحب اجيب لك حاجه وانا جاي؟ شكرا يا اخويا، ربنا يخليك. مش هوصيكي بقى على دعاء واحمد. انا مش هقولك اعتبريهم زي عيالك، انا هقولك اعتبريهم عيالك بالظبط. دول يتامى وملهمش حد غيرك. فعنايا يا حبيبي، دول زي عيالي بالظبط. اوعي يا شيماء يطلبوا منك حاجه وتقولي لهم لا او تمنعهم منها. لو احتاجوا اي حاجه بس كلميني في التليفون وانا هجيبها لهم وانا جاي. بقول لكم ايه يا ولاد؟ نعم يا بابا، عايز ايه؟ نعم يا بابا. انا سايب لكل واحد فيكم يا ولاد 10 جنيه جوه، اللي عايز يجيب حاجه حلوه يجيبها من الفلوس اللي هديها له. ماشي، شكرا يا بابا. يلا يا شوشو سلام، وخلي بالك من العيال. سلام يا ولاد. انت يا زفته يا اللي اسمك دعاء انت. نعم يا ماما. ده تكموه ماما يا اختي، انا مش امك. امي يلا يا بنت نضفي المطبخ اللي جوه وخليه زي الفل، وياكي تطلع منه الا لو كان نظيف وزي الفل. وهاتي يا اختي الزفت اللي في ايدك ده اهو، رمتهولك بلا مذاكره بلا زفت. امي يا بنت يلا يا بنت نجري على جوه، روحي المطبخ نضفيه تنظيفه عدله. انت يا زفت انت كمان. طب سيبيني خلاص، هقوم والله. نعم، عاوزه مني ايه؟ انزل يلا اقعد في الشارع، مش عايزه اشوف وشك في البيت هنا خالص. وقبل ما ابوك يجي كده يا اخويا ابقى اطلع، انا مش عايزه كركبه في البيت وقرف. انزل يلا ترمي في الشارع. بس الدنيا شمس وكده ممكن يتعب وعينيه توجعه. ايه يوجعه ولا يتنقل ب60 نيله. يلا يا بنت ادخلي يا بنت اعملي اللي قلت لك عليه، انت هتقفي لي هنا محامي. طب خلاص هيقعد معايا جوه في المطبخ، بس مش هنعمل صوت خالص والله. طيب يا اختي، بس والله لو سمعت لكم صوت لهطفحكوا الدم. حاجه تقرف بصحيح. هو انا ناقص قرف جايب لي عيال اربيهم؟ ايه ده؟ ايه يا حبيبتي، عايزه تنزلي تشتري ايه حاجه حلوه؟ انا مش عايزه انزل كده، دول مش اخواتي. دول ولاد جوزي، يعني مش اخواتك خالص. وانت مالكيش دعوه بيهم خالص ولا تجيبي في سيرتهم. انت عارفه بالليل هاخدك افسحك واوديك الملاهي وجنينه الحيوانات، واجيب لك لعب وحاجه حلوه وهدوم وكل اللي انت عايزاه. طيب هي دعاء مش جايه معانا؟ مش انا قلت لك ما عدتيش تجيبي في سيره العيال دول تاني؟ انا مش واخده حد معايا عشان دول مش عيالي. بس يا ماما انا بحبهم. لا يا حبيبتي ما تحبيش حد فيهم. بس يا ماما بابا احمد بيعاملني حلو عشان انتي بنوته جميله وبتسمعي الكلام، انما هم عيال مش حلوين وبيسمعوش الكلام ومش متربيين حلو، وملناش دعوه بيهم. ده انا لسه يا دوب بقفل الباب الاقيك قايمه تكلمي عيالي وتعامليهم المعامله الزفت دي، وانا اللي معتبر بنتك زي بنتي وبعملها كويس جدا. ده انا داخلك بقى. امال فين العيال؟ وايه اللي رمى الكتاب بتاع بنتي ده؟ يا دعاء يا دعاء، ايه ده؟ ايه اللي بهدل هدومك بالمنظر ده؟ انت برضو دعاء صممت تروحي تغسلي المواعين؟ يا بنت انا مش قلتلك ما تغسليش حاجه؟ يا حول الله يا ربي. بس انا دلوقتي بكلم بنتي، ما وجهتلكيش كلام، بتتكلمي ليه؟ ايه اللي بل هدومك كده يا دعاء؟ مفيش يا بابا، انا بس كنت بغسل المواعين. مش انا قلتلك يا دعاء ما تغسليش حاجه يا حبيبتي؟ انا اغسلهم. انا بس يا اخويا كنت قاعده مع مروه بنتي شويه وكنت هقوم اغسلهم، بس هي راحت غسلتهم وسبقتني، مش عارفه راحت ليه. تعالي يا دعاء قدامي هنا انت واخوكي. بتعاملكوا حلو يا ولاد وانا مش موجود هنا في البيت؟ ايه بتبرقي لها كده ليه؟ ايوه يا بابا بتعاملنا حلو. وانت يا حبيبي ماما دي بتعاملك حلو؟ انا خايف يا بابا اقولك عشان هي هترجع تضربنا. وعلش ربنا ما هتقدر تعمل لك حاجه. اخلص قول يلا، قول الحقيقه. مش انا يا حبيبي زي ماما وبعاملك حلو وبجيب لك كل اللي انت نفسك فيه؟ لا طبعا، عمرك ما هتبقي زي امه. امه كانت ست محترمه بتراعي ربنا في تربيتهم وتربيهم احلى تربيه. ها قول يا حبيبي في ايه؟ بتعمل معاك ايه؟ انت اول ما بتنزل يا بابا وهي بتاخد المصروف مننا وبتقولي انزل الشارع العب في الشارع، مش عايزه اشوف وشك في البيت، وبتقولي كمان قبل ما ابوك يجي تطلع قبل ما يجي. ده غير يا بابا ان هي بتضربنا وتبهدلنا وبتقعد تقولي قومي اغسلي المواعين ونضفي البيت وكل ده لوحدي. ولما جيت اكل شيبس امبارح شدته من ايدي وادته لبنتها. ده غير كل شويه بابا تضربنا وتشدني من شعري. ده غير ان هي بترمينا على السلم وبتفضل مقعدانا على السلم واقعد اخبط عليها عشان تفتح لي ما بترضاش. ها وايه كمان؟ بصراحه يا بابا بتعاملنا وحش قوي وبتضربنا كتير قوي يا بابا، وتقول لنا لو قلتوا لباباكوا حاجه لما يجي هخليه يكرسكوا بره البيت وهو بيسمع كلامي، وعمره ما يسمع كلامكوا ابدا. حلو قوي الكلام ده، حلو قوي. بقى انا سايب العيال في رقبتك واقول لك امهم ميته، خلي بالك منهم وراعيهم واتقي الله فيهم وفي معاملتهم، وتقولي لي دول زي عيالي وزي ولادي واكتر. بقى انا واقف بره بربط الجزمه وسامع صوتك قد كده عماله تبهدلي في العيال، وتقولي للبت قومي نضفي المطبخ وسوي وزفتي. كنت هنزل برضو على عمايه واجي على عمايه وافكر انك بتعاملي فعلا العيال زي امهم، وهم خايفين يتكلموا ومفكرين ان انا هعمل زي ما انت بتخوفيهم وتقولي لهم، لان لو في حد هيتكرش يبقى انت مش هم يا حيوانه يا خاينه. اخص عليك يا حبيبي، هو انت هتكدبني انا وتصدقهم هما؟
انا الكبيره اللي براعيهم وبتقي الله فيهم. انت مش كنت بتشوفني براعيهم ازاي قدامك؟ ده انت طلعت ممثله وممثله كبيره قوي قوي. انا ما كنتش اعرف ولا نايم على وداني وما كنتش واخد بالي. يلا خدي بنتك واطلعي بره، انا مش عايز اعلي صوتي عشان ما سمعش الجيران الوساخه اللي انت فيها. ومش هقولك غير حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شيخه، يتردلك ان شاء الله هردهولك. طب اسمعني بس، انا هفهمك، اديني فرصه تانية. طيب مش عايز اسمع منك كلمه، انت صفحه واتقفلت في حياتي. لسه عايزينها يا عيال دي في حياتكم تاني؟ لا يا بابا مش عايزينها، خليها تمشي. لا يا بابا خليها تمشي يا بابا، ما عدتش تجيبها ولا تجيب غيرها خلاص. انا فعلا غلطت اني اتجوزت واحده وكنت مفكرها هتبقى زي امهم وتعاملهم كويس بدل امهم اللي راحت. انا اصلا كنت متجوزك عشان عيالي يا اختي، مش عشاني. من هنا ورايح انا اللي هقعد بيكو، مش هخلي حد تاني يقعد بيكو. انا ما عدتش ضامن حد خلاص. ان شاء الله لو هشحت مش هدخل واحده عليكم تاني يا عيال. ويا ريت الرساله تكون وصلت لكل واحده تتقي الله في عيال جوزها. دول غلابه ومالهمش حد، فخاف ربنا فيهم وعامليهم حلو وكويس.